ايماجيني خويا العزيز سمانة كاملة وانت تستنى في الويكاند وانت يلحق باش تروح تفرغ هذيك الشحنة السالبة اللي تراكمت عليك طول الاسبوع من ضغط العمل والحياة ومشاكل الدنيا. اي انت تكون في لابلاج مسترخي طالق لاطاي تستمتع بوقتك ويطيحوا عليك هذ لي ديبرمان هذو. ايماجيني خويا العزيز هذ الحيوانات اللي كيفاش دايرين واش يقلبوا في الصا، واش لحقك على جايك تقلب فيا؟ انا راني نستمتع بيومي في البحر واش كدير هكاك؟ حط من يدك لعنة الله عليك. باي حق انا تلحقني؟ عندك مذكرة تفتيش انت؟ انا مجرم، انا راني متهم في كاش قضية واش جاي دير عندي انا؟ والكومبا هكاك تخوف ترعب فيا انا بالكومبا هذيك، الكومبا اللي كانوا يحاربوا فيها جنود هتلر في الحرب العالمية كيوت على هذه. شو شك لاباس يا البغل انا جاي ليا في مكان تاع استرخاء، مكان تاع استجمام، مكان تاع راحة نفسية. انا جاي ليا بالكومبا تاع الحرب العالمية وجاي صادم عليا هكا تقلب لي في الساكوشة، تقلب لي في الساكوشة. وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحدهم داين اكثر من نص خزينة الشعب الجزائري. ما نساعدكش انا في ايجاد المجرم وما نساعدكش انا في ايجاد الزطلة. ما تجيش تقلب لي ساكوشتي وترعبني انا في الويكاند تاعي. انا حقي نجوز، انا نورمالمون انت تحميني باش انا نجوز الويكاند تاعي مريلاكسي ومريح في مخي. لهذا السبب يا اخوان تم تصنيف الجزائر من أسوأ 10 دول في العالم، وهنعرف ايه الاسباب اللي بسببها اتصنفت الجزائر من أسوأ 10 دول في العالم. فعايزك كده تفوق وتركز معايا وتفهم الكلام، عشان الاسباب اللي هتتقال دلوقتي مهمة جدا جدا. وما تنساش تعمل لايك لو انت من المغرب او من الجزائر. في كل الاحوال اعمل لايك للفيديو ده عشان فيديو مهم ان شاء الله يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، ونعرف ايه هي الاسباب مع بعض. هنكمل باقي الفيديو وهنشوف دلوقتي ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الجزائر او المغرب تتصنف من ضمن أسوأ 10 دول في العالم. الحكومة السورية أعلنت أنه أصبح عندها اكتفاء ذاتي في مادة القمح. لأول مرة منذ سنوات تعلن سوريا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. سوريا هاي اللي كانت في حرب وقرة ودينا، خرجوا من الحرب داروا تخطيط، شافوا باللي شعبهم محتاج القمح، داروا خطة ولاو ينتجوا القمح يكفي شعب كامل. يعني مش حاوس يقول باللي سوريا ما بقاتش تستورد القمح، عندها قمح يكفي شعبها، حسبت قداه شعبها يحتاج قمح، دارت خطة، دارت استغلال الأراضي، زرعت ولات عندها اليوم خطة ناجحة. الله يبارك، مبروك على خوتنا السوري. مع بعض السبب الثاني اللي خلى الجزائر تتصنف كيف من ضمن أسوأ 10 دول في العالم. تشري 750 ألف طن من القمح من عند أوروبا. نعم، اعمل لايك كده وانت ماشي معاك في الفيديو. من عند لابلغاري بحوالي 295 هكاك دولار للطن. اعمل لايك للفيديو لو انت من المغرب او من الجزائر. سوريا ايا كان انت اللي كانت في حرب وكنا تشفاو كنا نقولوا باليات بوتفليقه ولا سوريا صاحب العصابه خلينا رم في حاله. هذوك اللي كانوا في حاله صاي فضوا المشكل تاعهم، اتطوروا، داروا الزراعه، داروا القمح، وعندهم اكتفاء ذاتي للقمح. حققت سوريا الاكتفاء الذاتي وبفائض 150 ألف طن تقريبا. ما شاء الله سوريا عادت من جديد، وان شاء الله تكون عندها اكتفاء ذاتي مو بس بالقمح يعني. بكل شيء. احنا اللي كنا نقولوا عليهم ما زلنا لليوم نروحوا نطلبوا من اوروبا باش نشريوا عليهم 750 ألف طن. سوريا بالذات يا هادي في العيد كنت تشفاو الكلام طورت هي تنا تربية المواشي كما خرجت من الحرب ولات تتصدر لشكون؟ ان شاء الله للجزائر نقدر نوضح لكم بالتفصيل ايه هي الاسباب وفرحانين جولة باش تاع سوريا. سوريا كفات روحها في الكباش ولات تمد للجزائريين. سوريا اللي نتابع مع بعض كده الفيديو ونبدا كام مع بعض واحده. المواطن السوري يفتخر ويفرح يقول بلادنا نجحت ولينا حتى نصدروا للجزائر وليبيا، واحنا المواطن يفتخر يقول عمي تبون جاب لنا الكبش. ما تنساش تعمل لايك للفيديو راك مش منتج، هما اللي يفرحوا وانت نورمالمون تحزن. لا المواطن فرحان. وحتى الرئيس عبد المجيد تبون كراه انه يفهم في هذا الشعب، قال لهم يا جماعه راي عيب علينا نستوردوا من هذه الدول، رانا فشلنا عيب. والشعب يقول له لا احنا معاك تبون تفحل جبت لنا الكباش. يا ولدي احنا نورمالمون ننتجوا. لا الناس كيف الجزائر واش تحب تدير؟ شعب قاعد ينتج برضه المغرب وقاعد يطور في الزراعه في تربيه المواشي
احنا شغل صحيح، احنا المهم نستهلكوا وفي الاستهلاك. وهنحكي كده مع بعض. عم بالكم يا اخوتي هالديانات المجله تاع دي ايكونوميست خرجت تصنيف الدول اللي تحلى فيها العيش. صنفت الجزائر من بين 10 أسوأ دول، سواء المغرب سواء الجزائر او اي دوله عربيه. انا مركز على الدولتين دول لان المغرب والجزائر هم اكثر جمهور بيتابعني على القناه، فدي حاجه كويسه. فانا بركز ان انا الجزائر العاصمه انقل اخبار وقال لك باللي ماشي تصنيف تاع شكون غني وشكون فقير، لا، تصنيف تاع الحياه فيه جوده الحياه تاعك بيان، تعيش فيها بيان، تاكل وعندك ترانسبور وتعيش في مكان نظيف. قال لك الأسوأ في العالم يعني كاينين 10. تطلعوا من الفيديو ده مستفيدين. والحيرة انك تشوف ال10 دم تلقى ايران اوكرانيا غير اللي في حرب ما بتقدرش تعيش فيهم، وتلقى بيناتهم الجزائر. والشعب كان يستنى في النقل. شوف ركز واسمع. شوف الشعب كان يستنى في النقل. شوف كلام مهم جدا. شحال الساعة؟ مش عايز اركز عشان الكلام ده 9:30. شوف يا مسؤول، شوف بعينك، انا ايش نعطيك لي ديتاي قد شوف. يعني احنا كي شغل العايش كي شغل راك في ايطا دو غير، راك في حرب، الدنيا زبله، الدنيا مدخله في بعضها. هاد الطريق هذه راهي كي في عامين وهي كيما هاك. لا حد في حد من المول الطونو قال لي 200,000 ولا ماكش معمر الماء. نعم يا اخوتي، حتى الدراري صغار عادوا يديروا في التيك توك ترند على جودة العيش في الجزائر. كيف تعيش مريح؟ يعتبر من اهم الفيديوهات تقدر تشخص عليها اللي انت ممكن تشوفها وتظهر قدامك. ليه بقى؟ لان الناس بنوضح لك تحب تخرج من هذا البلد اللي يعني فيه هذه المعيشه السيئه. وانا عجبني واحد قال لهم هاي تبون نعطيك من بين الاسباب الرئيسيه وجاب الجاهل. بعد اليوم نوضح لكم علاه الناس راه تحرك، الناس علاه كرهت الخدمه في الجزائر. ها تخدم نهاركم نتكلم بعد كده برضه عن المغرب. باه تشري دجاجه. نعم يا خالد، واحده الدجاجه اليوم قال لك راه يوسط 53,000. والله سيريو قسما بالله. جيت راح نشري درك دجاجه اليوم الكيلو ب 53,000. 53,000 الكيلو تاع الدجاج. بس يا اخي الجزائر صاير المشكل هذا حلته. لا ما حلتوش كالعاده، ديما بالبريكولاج والترقيع. الدجاج ما كانش روح جيب كونجولي الاسعار تهود خلاص. بصح المربي تاع الدجاج هلكتو، يعود يقول لك والله ما بقيت نربي، فيفضل هذاك الكونجولي الشعب ياكلوا يجي يروح الناس للمربي يقول لهم ما بقيتش ندير، هاكم تاكلوا في الكونجولي، فلا يعود عندنا لا كونجولي لا مربي، فيزيد يرتفع الدجاج. خلوطه داخله في ان سيركوي دون اي تخطيط، ينقص منا في العوده تشجع المربي لا تزيد تهلكوا، تروح تجيب الكونجولي فض نحصلوا نبداو ندوروا. واش يدير الشعب مسكين تاع الموتايه؟ هيا نقاطعوا يا جماعه. قال لك اليوم 10 و11 و12 من اليوم نبداو نقاطعوا. ان شاء الله نقدر كده نقدم لكم كل ما هو جديد باذن الله. المقاطعة هذه في قدام أي مش عام. أظن كده إن الناس بدأت تفهم ليه الجزائر صنفت من ضمن أسوأ 10 دول في العالم. أكيد كده الناس بدأت تاخد بالها، بدأت تفهم. ما يعرفش طبعا بشكر ما يعرفش يفهم في واحد صاحب قناة ويمشي عليها، فاحنا يعني بناخد الفيديوهات دي منه ونوضحها. وطبعا عشان حقوق الملكيه فاحنا بنشكره وان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون احنا قدرنا نوصل لكم صوره الصح في الموضوع، وقدرنا نوصل لكم الاسباب اللي بتخلي الدول مش شرط بس الجزائر تتراجع للوراء. فبنشوف كتير قوي، بنشوف مواقف كتيره بتحصل في الدول بتوقع الدولة اقتصاديا ومعنويا وماديا وكمان سياسيا. فبس هي دي الأسباب، وأتمنى نكون وضحنا. ودي كانت حلقة بنحكي فيها عن 10 أسباب خلوا الجزائر تتراجع للوراء. وإن شاء الله بإذن الله هنقدم لكم كل ما هو جديد كل يوم بإذن الله. هنقدم لكم مجموعة من الفيديوهات إن شاء الله هتعجبكم. وشكرا لوقتكم الغالي. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.